بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الاستثنائي. اليوم سأتحدث عن مناسبة حزينة: مقتل الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، الذي أعتبره ليس فقط من أدهى دهاة اليمن وإنما من أدهى دهاة العرب أيضا. هذا الرجل الذي وضع اليمن على خارطة الوطن العربي وعلى خارطة العالم كقوة عزيزة صامدة متعايشة متضامنة متحابة. 33 عاما من الحكم شهد اليمن فيه العديد من المؤامرات، لكنه ظل متماسكا. الرئيس علي عبد الله صالح حكم اليمن لأكثر من 33 عاما، وكان اليمن في معظمها ينعم بالاستقرار وبالأمان، ويكفيه فخرا أنه كان على رأس أهم وحدة في تاريخ اليمن بأسره، الذي نجح في توحيد اليمن خلف حكومة مركزية، وهو ما لم يحدث في مختلف فترات العالم بأسره أو تاريخ اليمن بأسره. هذا هو الرئيس الراحل علي عبد الله صالح. ربما يكون الحوثيون هم الذين قتلوا الرئيس علي عبد الله صالح بعد أن اتهموه بالغدر والخروج من التحالف، لكن في تقديري من قتل الرئيس علي عبد الله صالح ومن يتحمل مسؤولية قتله هو التحالف العربي الذي تتزعمه المملكة العربية السعودية وعاصفة حزبها. أرادوا أن يخلقوا فتنة في اليمن، أرادوا أن يشقوا التحالف الحوثي المؤتمري، وأن يركعوا اليمن، وأن يخلقوا حربا أهلية بين حزب المؤتمر وأنصاره وبين أنصار الله الحوثيين. هذه هي الخطة الجهنمية التي أرادوا تطبيقها، ولا أعرف كيف وقع الرئيس اليمني رحمه الله في هذه المصيدة.